يا صباح النشاط يا شباب ويا بنات، عاملين ايه؟ انا بسجل الفيديو الساعة 8 صباحا، ممكن ينزل لكم على المغرب. خليني اقول لكم حاجة كده على الصبح. كلنا عندنا نفس المشكلة. نصحى الصبح عندنا مليون حاجة عايزين نعملها، وبآخر اليوم نكتشف ان ولا حاجة اتعملت زي ما كنا متخيلين، ونقعد نقول هو اليوم راح فين؟ طب ليه؟ عشان احنا بنفكر ان الانتاجية يعني شغل كتير، ضغط وروقان ملوش مكان. بس الحقيقة إنتاجيتك تزيد لما تهدي، مش لما تشد. النهاردة هقول لك 3 خطوات بسيطة تخلي يومك منظم ومنتج، ومن غير ما تعصر نفسك ولا تحس إنك في سباق. نبدأ. الخطوة الأولى: هدي سرعاتك وابدأ يومك بالعقل مش بالعافية. بص، أول غلطة كلنا بنعملها هي إننا بنبدأ اليوم جري. تقوم من السرير، تجيب الموبايل، تفتح السوشيال ميديا، تشوف مشاكل العالم، وبعدين تقول يلا نبدأ اليوم. ازاي يعني؟ انت لسه ما بدأتش مع نفسك اصلا. انت محتاج اول 10 دقايق في يومك تكون دقايق هادية. اقعد، خد نفس عميق، حتى لو هتشرب شاي، قهوة، مية، إيه اللي يريحك. المهم تهدي دماغك. ليه؟ لان دماغك اول ما بيصحى بيكون شبه ورقة بيضة. اي حاجة اول حاجة تدخل فيها هي اللي بتسوق يومك على طول. ابدأ بداية لطيفة هادية، وبلاش تفتح موبايلك أول دقيقتين من حياتك. خلي مخك يصحى قبل ما العالم كله يدخل عليه. الخطوة التانية: قبل ما تعمل أي حاجة اسأل نفسك سؤال واحد: إيه أكتر حاجة لو عملتها النهاردة هتخليني راضي عن نفسي؟ بس كده. مش 10 مهام ولا لستة طول اليوم ولا تخطيط عسكري. واحدة بس. اختار أهم حاجة مش أكتر حاجة. ولو ركزت فيها صدقني هتلاقي نفسك خلصت نص اليوم من غير ما تتعب. ليه؟ لأن دماغك بيحب الإنجاز، ولما تخليه يجرب النجاح بدري بيكمل اليوم كله بنفس الطاقة. اختار واحدة، مهمة واحدة، خليها أول أولوية ليك. هتلاقي الإنتاجية بتعلى من غير ما تضغط نفسك. الخطوة التالتة: اشتغل على قد طاقتك مش أكتر. تعرف إيه اللي بيحرق الطاقة؟ إنك تشتغل ساعات طويلة وإنت من جوه أساساً خلصت. اللي مش الناس بتفهمه إن الطاقة مش زي الوقت. وقتك ممكن تكمله، لكن طاقتك لأ. لو خلصت خلصت. عشان كده خليك ذكي. اشتغل على فترات قصيرة، 20 دقيقة، 25 دقيقة، وبعدين خد دقيقة توقف، أو قوم اشرب مية، أو بس اقف مكانك وخد نفس. الراحة الصغيرة دي بتزود إنتاجيتك أكتر من إنك تشتغل ساعة كاملة وإنت مخنوق. شوف، إحنا مش روبوت، وإنت مش مطلوب منك تكون جامد من أول اليوم لآخره. بس مطلوب منك تكون ذكي، تعرف ترجع طاقتك قبل ما تخلص. فاصل كده، خليني أقول لكم حاجة. أكتر ناس ناجحين في العالم مش اللي بيشتغلوا 20 ساعة، لأ. هم اللي بيعرفوا إمتى يقفوا، إمتى يرتاحوا، إمتى يركزوا. الموضوع مش هتعمل قد إيه، الموضوع هتعمل إزاي. الخطوة الرابعة: نظف دماغك قبل ما تنظف يومك. عارف لما تكون قاعد عايز تشتغل وفجأة تلاقي دماغك بتفكر في حاجات ملهاش علاقة؟ أكلة بتحبها، مشكلة حصلت من شهر، صورة شفتها امبارح، حاجات ملهاش أي دخل. ده طبيعي، دماغنا طول الوقت في تشويش. الحل: قبل ما تبدأ شغل افتح ورقة أو دفتر صغير واكتب كل اللي في دماغك. أي حاجة، أي فكرة، أي حاجة ملهاش علاقة بالشغل، اكتب وخلاص. اللحظة اللي بتفضي فيها دماغك بتفتح مساحة للتركيز. جربها مرة وهتفهم قصدي. الخطوة الخامسة: كافئ نفسك في النص مش في الآخر. احنا عندنا معتقد قديم كده: اشتغل كويس وبعدها كافئ نفسك. بس الحقيقة إن المكافأة في النص بتديك دفعة أقوى. مثلا خلصت 20 دقيقة، اشرب حاجة بتحبها، سمع نفسك أغنية لطيفة، افتح الشباك وخد شوية هوا. المكافآت الصغيرة دي بتخلي دماغك يقول الشغل ده مش وحش، ده فيه شعور حلو، وده بيخليه يكمل. الخطوة الأخيرة: اقفل يومك بلمسة رضا.
قبل ما تنام اعمل حاجة واحدة بسيطة جدا. اسأل نفسك عملت ايه النهاردة؟ ما تسألش نفسك عملت قد ايه، لا، اسأل أنا راضي حتى لو عملت حاجة واحدة بس، حتى لو 50%، حتى لو نص خطة. المهم إنك ماشي، وإن يومك مش بيعدي عليكي من غير ما تحسي. الإنتاجية مش ضغط، الإنتاجية إنك تعرف تتعامل مع يومك من غير ما تتعب ومن غير ما تحس إنك في سبق. الخلاصة بقى، لو عايزة يومك يكون منتج ومريح في نفس الوقت: 1. ابدأي يومك بهدوء. 2. اختاري أهم مهمة واحدة فقط. 3. اشتغلي على قد طاقتك مش فوقها. 4. فضي دماغك قبل ما تبدأي. 5. كافئي نفسك على طول مش آخر اليوم. 6. ونامي وانت راضية مش مضغوطة. ولو طبقتي ال6 خطوات دول هتحسي بيوم مختلف، هادي ومنتج، ومعاكي طاقة تكملي لبكرة.